عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ عبير. النهاردة وصفتنا مش اكل، النهاردة هنعمل مع بعض السمون السائل. النهاردة هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة خالص. طبعا السمون السائل زي ما انتم عارفين اسعاره عليت جدا، بقى الكيلو بقى وصل ل 8 جنيه و9 جنيه عند بتاع الصابون. فانا قلت هعمله على ايدي النهارده. طبعا احنا ايه مبدأنا في كل فيديوهاتنا اللي بنعملها، احنا عايزين ايه؟ ندبر ونوفر. بدل ما نشتري الكيلو بره ب7 أو 8 جنيه أو 9 جنيه، لا احنا نعمله بالبيت وبطريقة سهلة جدا وحاجات موجودة في كل بيت. نخش على المقادير بتاعتنا. معانا ايه؟ معانا برتقان قشرناه وايه وكلناه، وده القشر بتاعه. طبعا مش هنرميه، هنستخدمه في ايه؟ في الوصفة بتاعتنا النهارده. ومعانا 8 معالق نشا، ومعانا بوتاص، ومعانا كربوناتو، ومعانا جريسلين. طبعا عشان ايه ما البوتاص طبعا يعني لو عملنا الصابون من غير الجريسلين هيغير في ايدينا ويبوظ ايدينا. معانا ايه 3 لتر ميه. اول حاجه هنعملها، معانا لتر ميه زي ما انتم شايفين كده. نوسع بقى ايه لنفسنا كده شويه. هنجيب حله بالشكل ده كده، وهننزل بالايه؟ بالقشر بتاعنا، وهننزل برتل الميه. نقول بسم الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هننزل بالميه بالشكل ده كده، وهنروح على البوتاجاز هنولع عليه، هيغلي غلوتين، وبعد كده نسيبه يهدى شويه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بقى رجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا ايه البرتقال. بعد ما حطيناه على النار وخد غلوتين وبرد تماما زي ما انتم شايفين كده، عشان الخلاط ما يبص مننا. هنجيب بقى ايه الخلاط بتاعنا، الشفشق الخلاط. شايفين الميه بتاعته لونها جميل ازاي؟ طبعا البرتقال والليمون من الحاجات الجميله جدا اللي بتعمل بقى الصابون، بتدي ريحه جميله ونظافه عاليه جدا. هنحط ايه البرتقال بتاعنا في شفشق الخلاط، وهنضربه ضربه جامده، وبعدين ايه نرجع نشوف هنعمل ايه. هنا بقى عصرنا ايه القشر البرتقال بتاعنا، هنصفيه طبعا عشان القشور اللي فيه. شايفين اللون؟ بجد والله اللون تحفه، يعني مش محتاج لون تحطيه على الصابون. هنعصره بالشكل ده كده ونصفيه. طبعا لما اتسلق شايفين مفيش قشور كتيره فيه. هنعصره بالشكل ده كده. طبعا نسيت اقول لكم في المقادير، احنا معانا نص كوبايه سكر. هنقلب بالشكل ده كده اهوت، ونصفي كويس جدا كده. خلاص بقى ايه عصرنا ايه القشور بتاعت البرتقال بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا القشر ده مش هنرميه، هعمل له مصفات بس حلوه جميله لكم. طبعا المنظفات برضو اهو، نحطه في طبق ونعمله في الفريزر لغايه ما نشوف هنعمل بيه ايه. هنشوف بقى وننضف ايه حوالينا كده. وبعد كده هننزل بايه زي ما قلت لكم، هننزل ب2 لتر ميه. يعني حطينا رتل في الاول، هننزل بالرتلين التانيين بالشكل ده كده. ازازه البيبس اللي بتجيبها من بره دي، هننزل بالاتنين الرتل بالشكل ده كده. خلاص كده. وهننزل بايه بالنشا بتاعنا، 8 معالق نشا. وهنقلب ايه المكونات دي كويس جدا مع بعضها كده. هننزل كل الكميه لان دي ايه مقادير مظبوطه. وهننزل ايه بنص كوبايه السكر، وهنقلب تقليب كويس جدا بالشكل ده كده لغايه ما السكر يدوب خالص كله. هنا بقى خلاص ايه خلصنا تقليب القشور العصير بتاع قشور البرتقال والسكر والنشا، قلبناه كويس جدا زي ما قلت لكم. هنجيب بقى ايه نص كوبايه ميه، وهنجيب ايه البطاطس بتاعنا. بس نخلي بالنا كويس جدا، لازم تكوني حاطه حاجه على مناخيرك علشان خاطر اللي عنده حساسيه يعني كده. هنجيب بقى ايه البطاطس بتاعنا كده، وهناخد معلقتين بطاطس.
زي ما قلت لكم خلوا بالكم اول ما ينزل كده في الميه، ميه عاديه من الحنفيه، بيعمل سخونيه جامده جدا. نزلنا المعلقتين هنقلبها كده بالراحه خالص بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. ندوب البطاطس كويس جدا. اهم حاجه نبعد ايدينا عشان خاطر مفيش حاجه تيجي على ايدينا. خلاص كده البطاطس بتاعنا داب خالص. هنسيبه بقى في ركن كده لان هو بيبقى سخن جدا، ما ينفعش ننزل على الصابون هيفصل مننا. بالشكل ده كده هنسيبه بقى يهدى شويه، وبعدين ننزل بالجريسلين. هننزل بمعلقه جريسلين. هننزل بمعلقه جريسلين زي ما قلت لكم بالشكل ده كده. مهم جدا نحط المعلقه دي لان طبعا الصابون زي ما انتم عارفين البطاطس بيبوظ الايدين. حطيت كمان معلقه عشان خاطر الحبايب. هنحطها بالشكل ده كده. نجيب بقى المضرب بتاعنا برده ونفضل نضرب كده حبه حلوين كده عشان النشا ما يرقدش تحت. هنفضل نضرب بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده. محتاج بقى وقت انك تضربي فيه كويس جدا. اهم حاجه في نجاح الصابون انك تضربيه وتخلطي المكونات كويس جدا. هنقلب بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. نقول بسم الله كده ونصلي على الرسول عشان ربنا يبارك في اي حاجه بنعملها. محتاجه حد بقى يقلب معاكي كتير. هنا بقى البطاطس بتاعنا خلاص هدي خلاص. هننزل ونقلب برده بسرعه كده، بسرعه قوي قوي كده، نقلب كتير جدا. هنا بقى القوام بتاعنا ابتدى يبقى زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله بجد والله تحفه تحفه تحفه، جميل جدا. انا اول مره اعمله معاكم على القناه، واول مره اعمله اساسا. يعني انا شفته على القناه وعجبتني الوصفه فقلت ليه ما اعملهوش واوفر. احنا طبعا زي ما قلت لكم احنا عايزين ندبر ونوفر في الايام الصعبه دي. لازم تدوري على اي حاجه توفري بيها في مصروف البيت، لان الحاجه بقت صعبه جدا وغاليه غاليه بدرجه انا مش قادره اتصورها. فانت هتعملي اهو يعني بشويه قشر برتقال ونص كوبايه سكر و8 معالق نشا، دي المقادير بتاعتنا، ومعلقتين بوتاص، وطبعا لسه هنحط الكربوناتو وجريسلين. هتعملي 10 كيلو صابون سائل. بجد والله وصفه جميله جدا 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 وهتشكروني عليها. طبعا القوام بتاعنا زي ما شفتوا كده تقيل خالص اهو، شايفين. هننزل بالكربوناتو بتاعتنا. عندنا نص كوبايه ميه زي ما انتم شايفين كده، نفس الكوبايه اللي عملنا فيها البطاطس هنعمل فيها الكربوناتو. هننزل بمعلقه كربوناتو زي ما قلت لكم، اللي هي بتاعت الطعميه دي، اللي محدش يعرفها يعني، اللي هي بتاعت الطعميه. وهنقلبه كويس جدا زي ما قلبنا البطاطس بالشكل ده كده. بس طبعا ده ما بيسخنش زي البطاطس اهو. هننزل بيه على طول، مش هنستنى حاجه يعني. هنقلبه بس اهم حاجه ندوب كربوناتو كويس جدا. خلاص الكربوناتو داب معانا خلاص. هننزل على الصابون بتاعنا الجميل. الوصفه الروعه 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 بجد والله، يعني انا مش قادره اوصف. كلمه روعه دي قليله. هنقلب الكربوناتو بالشكل ده كده، وبعدين ننزل على الصابون بتاعنا السائل. سهله جدا وبسيطه، يعني في اقل من نص ساعه هتعملي 10 كيلو صابون سائل بالشكل الجميل ده. طبعا انا مش هشتريه تاني من بره خالص نهائي نهائي كده بجد والله، يعني مش قادره اوصف لك الجمال. شايفين روعه روعه روعه. نقلب كويس جدا. طبعا ده بيتخفف بميه، ما بيتحطش كده في لما تيجي تغسلي المواعين، بتخففيه في ميه. ومعانا طبعا 2 كيلو صابون سائل. اي صابون اللي يقابلك هاتيه زي ده كده اهوت. هنجيبه وهنحطه برده على لان دي
ده اساس الايه الصابون السائل. احنا جايبينه، عملنا الخلطه دي على ايدينا، وده هنحطه عشان ايه عند بتاع الصابون بيحط حاجات تانية غير اللي احنا بنحطها. هنحط بالشكل ده كده 2 كيلو صابون سائل زي ما قلت لكم. وهننزل كده اهو بالشكل الجميل ده. شايفين اللون والريحه، ريحه البرتقال بجد والله روعه 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 ملهاش حل. بالشكل ده كده. وهنقلب برضو كده اهوت المكونات دي كلها مع بعضها كده. وطبعا ايه هنشوف بقى دلوقتي، هنجيب ليفه وهنجيب شويه ميه ونجرب ايه الخلطه اللي احنا عملناها الجميله بتاعت الصابون السائل دي. شايفين بسم الله ما شاء الله الكميه قد ايه. خلطهم كويس جدا مع بعض كده اهو. شايفين القوام عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله بجد والله تحفه. شايفين الصابون عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بجد والله روعه روعه روعه، احلى من بره 100 مره بجد والله اهو. شايفين الجمال اهو. احلى صابون سائل ممكن تعمليه. طبعا دي ممكن تعمليه بمشروع كمان بجد والله، تعمليه في البيت وتبيعيه، مش مكلف خالص، سهل جدا بسيط جدا. كل حاجه من البيت عندك، مفيش حاجه من بره. يعني هو البوتاص والكربونات اللي جبناه من بره والجريسلين، انما بقيه المكونات كلها عندنا في البيت. بصوا الجمال بجد والله انا مش مصدقه. تعال بقى نحط في طبق كده ونجرب بليفه. شايفين الكوبايه بجد والله تحفه. مجرد ما حطيتها جوه الصابون وقعدت اوريكم ان هو تقيل ولا لا، وسمك الصابون عامل ازاي. شايفين الكوبايه بتعمل ازاي، بتلمع ازاي. كان شكلها مش عاجبني خالص بجد والله. فعلا الوصفه جميله جدا. تعال بقى نجيب بقى طبق وايه ونجرب الوصفه بتاعتنا كده، ونحط عليها شويه ميه وبس، حبه صغيرين بس. تعالوا بقى نشوف نجرب الصابون بتاعنا كده ونقول ايه بسم الله كده، ونشوف هيعمل معانا ايه، بيرغي ولا ما بيرغيش، ولا الموضوع طلع ايه في شنك. اللهم صل على النبي. شايفين الرغوه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. انا بوري الكوبايه لاولادي مش مصدقين، نطفت جدا الكوبايات عندي، يعني كانت لونها كالح كده بالصابون اللي انا بجيبه، ما بيعجبنيش. شايفين الرغوه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها بجد والله. وفري، ما تجيبيش التاني الصابون من بره. كيلو طبعا زي ما قلت لكم وصل ل 9 جنيه الصابون اللي نوعه كويس، انما الصابون اللي هو اي كلام هتلاقيه ب5 جنيه او ب6 جنيه. شايفين الرغوه عامله ازاي؟ بجد والله تحفه تحفه تحفه. جربيه بالطريقه دي مش هتندمي اهي. جميله جميله جميله، انا مبسوطه جدا لما بعمل وصفه وتطلع حلوه معايا. بحس بسعاده جميله كده، يعني انا نجحت، انا مش فاشله اهو. شايفين الرغوه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه. فما بالك بقى اما تغسلي مثلا ايه كوبايه او حاجه اهي، كوبايه بالشكل ده كده، وتروحي ايه غسلاها كده بالليفه، وهنشوف شكلها طبعا بعد ما ايه بعد ما عملناها. شايفين الكوبايه عامله ازاي؟ بجد تحفه تحفه تحفه. لونها بقى جميل جدا فاتح كده ومش بهتان ولا فيه اي حاجه. طبعا جربوا الطريقه دي في الصابون بجد والله هتوفر لكم كتير كتير جدا جدا. شايفين الكميه دي ايه؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا بتحطيها في جيركن، تحطيها في اي حاجه عندك وتغطيها. طبعا محطوط عليها ايه، محطوط عليها البرتقال طبعا. يعني البرتقال ده يعتبر ماده حافظه ليها يعني. بيقعد معاك من اسبوع ل10 ايام. طبعا هم ما بيقعدوش اسبوع ل10 ايام. طبعا انا كل يوم ليا كيلو صابون. جربوا الطريقه دي مش هتندموا. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اهم حاجه يا جماعه اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. السلام عليكم ورحمه